يعد خروجا ليس غريبا عن انفصالية عرفت بإتقانها لحرفة خيانة بلدها والركوب على موجة حقوق الإنسان من أجل الإساءة لصورة المغرب وتضليل الرأي العام العالمي إزاء الوضع الهادئ جدا بالأقاليم الجنوبية للمملكة. بينما يعتبر المغاربة أن جوهر الأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا يتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تهم كل المغاربة بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية. هذه المناضلة الحقوقية المزيفة تستفيد من سخاء أجهزة الاستخبارات الجزائرية التي تتكفل بتنقلاتها من أموال الشعب الجزائري، وهي من دفع على ما يبدو ثمن الورد الذي وضعته أمام مستشفى ابن بطوش. أمينة حيدر المزدادة بطاطا والتي تتقمص دور ضحية انتهاكات ماضي حقوق الإنسان تحاول أن تتقمص أيضا دور